الحدود مغلقة، لكن القلوب يمكن أن تبقى مفتوحة. هذه هي الرسالة الصادقة والقوية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى الشعب الجزائري في خطابه الأخير. كلمات تتجاوز الخلافات وتدعو لإحياء الأخوة والأمل من جديد. هناك أمل كبير أن يسير الشعبان الجاران جنبا إلى جنب نحو مستقبل مشترك يؤمن فيه الكل بقوة الحكمة ودفء الإخاء. أكد جلالة الملك في هذا الخطاب المؤثر ما يشعر به الكثيرون، أن العلاقات بين المغرب والجزائر أعمق من أن تمحوها الخلافات السياسية. فالجغرافيا لا تتغير، والتاريخ لا ينس. الشعبان لا يجمع بينهما خط حدود فقط، بل ذاكرة مشتركة، وثقافة واحدة، ولغة واحدة، وتقاليد واحدة، ومصير واحد. بكلمات رزينة رفض جلالته منطق التصعيد، ودعا إلى التعقل والحوار وحكمة الشعوب. إنها ليست دعوة مشروطة، بل أخوية وصريحة. أجدد النداء الصادق إلى الجزائر الشقيقة لفتح الحدود واستئناف العلاقات دون شروط أو وسطاء. لم تكن هذه المرة الأولى التي يدعو فيها المغرب إلى التهدئة. على مدى سنوات دعا جلالة الملك إلى مصالحة صادقة وعقلانية ودائمة مع الجزائر في خطب العرش ورسائل للأمم المتحدة ومبادرات واقعية. لكن الخطاب الأخير كان مميزاً، نداء مباشر للشعب الجزائري، رفض للاتهامات المجانية وسوء الفهم، وانفتاح غير مشروط على حوار ثنائي مسؤول. الملك تحدث كرجل دولة، وأيضاً كأخ يرفض دوامة التوترات ويختار السلام حتى لو كان الطريق صعب. العالم من حولنا يتغير، والتحديات تتعقد أكثر: الإرهاب، التوترات في الساحل، الأزمات الاقتصادية، التغير المناخي. في ظل كل هذا، لا يمكن للمغرب الكبير أن يبقى رهينة لخلافات الماضي. أوضح الملك أن المغرب لا يسعى للهيمنة ولا يتدخل في شؤون الغير، بل يدعو للسلام والتعاون والتنمية المشتركة. البداية الحقيقية تكون بفتح القلوب، ومن ثم الحدود. هذا الخطاب موجه أولاً إلى الشعوب، وليس فقط للحكومات. فالشعبان هما من يتقاسمان الألم والأمل، وهما من تربطهما عائلات وذاكرة طويلة من المحبة. آن الأوان لإعادة الكلمة إلى هذه الأخوة الصامتة، لصوت الشعب أن يسمع. نطمح إلى بناء مستقبل لا تعرف فيه الأجيال القادمة الإغلاق، بل الانفتاح والتبادل والثقة. قد تغلق الجدران وتغلق الحدود، لكن الأمل لا يغلق أبداً. المغرب مد يده، والتاريخ سيسجل من التقطها. لكن المؤكد أن طريق السلام يبدأ دائماً بخطوة، والمغرب قد خطاها بالفعل.